السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. عايزين بقى نعمل اكل حلو جدا كده في البيت وشكلها جميل وبتتبيله حلوه قوي. تعالوا نشوف هنعمل الجمال ده كله مع بعض ازاي. يعني اي حاجه انت ممكن تقدري تعمليها في البيت كده بطعم احلى وشكل احلى، طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض. الفراخ المشويه، ومش هنشوي على الفحم ولا اي حاجه بقى، لو مش عايزه دخان ولا غلبه. تعالوا اقول لكم هنشويها ازاي وهنسويها ازاي عشان تطلع بالشكل الجميل ده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا جبت فرخة. طبعا غسلتها كويس بقى بالليمون والملح والدقيق وننقعها شوية حلوين كده علشان نشيل منها اي زفار. بعد كده هبتدي اجيب السكينة، ومن كده من ورا من عند سلسلة الظهر بتاعت الفرخة هبتدي اشيل الجزء اللي ورا ده، الرقبة كده بالطول هتطلع معانا كده بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام كده. بعد كده بقى هنبتدي نقلب الفرخة بتاعتنا ونبتدي نضغط على صدر الفرخة كده، نعمل لها انعاش كده زي ما انتم شايفين علشان الصدر بيكون عالي شوية، يعني عايزين في عظمة كده هنكسرها. بعد كده بقى غسلتها غسلة برضو تمام كده بعد ما قطعناها وظبطتها. وندخل بقى على التتبيلة الخطيرة اللي مش ممكن تستغني عنها ابدا في اي تتبيلة للفراخ المشوية، سواء كانت في صينية او هتشويها على الفحم، الاتنين. اي فراخ عايزة تسويها بالتتبيلة دي هتكون معاكي حلوة جدا. معايا هنا بصلتين كده وسط، وكمان معايا جزرايه، معايا قرن شطه اخضر، معايا كده 3 فصوص من الثوم وطماطميه واحده بس، ومعايا كمان ليمونايه. هبتدي بقى اخد كده البصل بتاعي ونقطعه في الكبه، ونفرمه فرم ناعم قوي. ممكن طبعا نفرم كله مع بعضه لو الكبه بتاعتكم كبيره وتشيل كل الحاجات مع بعض، هتفرموا كله مع بعضه مره واحده وتريحوا نفسكم. بس انا الكبه بتاعتي صغيره، فكده فرمت البصل الاول والثوم، وبعد كده هبتدي افرم بقى بقيه المكونات اللي معايا، الطماطمايه والجزرايه والفلفل الاخضر اللي معايا. طبعا بقى زي ما تحبوا، حامي او بارد. انا بحب استخدم قرن كده حامي، بيدي طعم حلو للاكل وبيعلي التست قوي معايا. تمام كده. هنقطع الطماطمايه بتاعتنا طماطمايه كده وسط، مش كبيره قوي يعني، ونفرمهم مع بعض برضو، وننزل بقى بالطماطم والحاجات اللي معانا دي كلها على بعضها كده. بعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنبتدي بقى نتبل التتبيله بتاعتنا دي. اول حاجه هنزل بيها نص معلقه كده من الفلفل الاسمر، وكمان هظبط الملح بتاعي، وهنعصر الليمونيه دي اول حاجه بننزل بيها كده عشان البصل طعمه ما يغيرش مننا. تمام. بعد كده هنبتدي بقى نظبط بقيه التوابل بتاعتنا. هنشيل بس البذر اللي نزل ده من الليمون بمعلقه كده، هبتدي اشيله. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا هنضيف بقى معايا ربع كوبايه صغيره من الخل، وهضيف كمان ربع كوبايه صغيره من الزيت. تمام كده. الخل والزيت بيخلوا الفرخه طريه وجميله معاكم. هنا معايا نص معلقه من الجنزبيل، ونص معلقه من السبع بهارات او توابل اللحمه. معايا كمان نص معلقه من الزعتر، وربع معلقه من القرفه، وكمان نص بودر ونص توم بودر وبصل بودر ولوري وحبهان. وهضيف كمان شويه كده من الرز ماري، ومعلقه كده من الصلصه صغيره، على معلقتين زبادي. وانسوا بقى اي تتبيله تانية ممكن تجربوها في حياتكم، بجد تتبيله خطيره جدا. هبتدي بقى اخلط كل المكونات اللي معايا دي عشان كده كله ياخد من طعم بعضه كده، علشان تكون التتبيله بتاعتي جاهزه معايا. سهله جدا وبسيطه مكوناتها، يعني هي كتيره شويه بس بتدينا طعم حلو في الاخر، لذيذ جدا. ما تقوليش بقى اي فراخ مشويه من بره تشتريها تاني، اعمليها في البيت بطريقه سهله قوي. وكمان لو مش عايزه بقى نشوي على الفحم والغلبه دي كلها، هقول لكم على طريقه حلوه دلوقتي هنسوي بيها الفرخه بتاعتنا وهتطلع بنفس النتيجه المشويه. جيت بقى هنا من عند الصدر كده، ابتديت اعمل للفرخه فتحات علشان التتبيله تدخل جوه الصدر كده، ويكون متبله من بره وجوه بطريقه حلوه قوي. هبتدي بقى اعمل لها مساج كده وندلكها شويه حلوين في التتبيله علشان تاخد من طعم التتبيله. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، احلى حاجه بقى في الحاجات المشويه اللي انت بتشويها سواء لحمه او فراخ، اللي انت تجهزي التتبيله دي من بالليل وتسيبي في كده الفرخه على قد ما تقدري ليله كامله. كل ما الفراخ بتقعد في التتبيله كل ما بتاخدي طعم حلو جدا للتتبيله. انا عن نفسي جهزتها كده من بالليل ودخلتها بقى التلاجة، وتاني يوم ان شاء الله هنسويها مع بعض. في لحظة هتلاقونا بقينا تاني يوم على طول. غطيتها كده بكيس ودخلتها التلاجة. تاني يوم بقى زي ما انتوا شايفين كده على بقى التسوية على طول، كانت الفرخة بتاعتنا شربت من التتبيلة، وكان ريحتها كده وطعمها بعد ما تستوي هتكون حلوة قوي. تعالوا بقى على التسوية.
طبعا لو عايزين تشووا على الفحم هنشوي على الفحم بالطريقه دي بنفس التتبيله كده، وهتكون حلوه جدا. مش عايزين بقى نتعب نفسنا وعايزين نسويها على طول، هنجيب الشبكه برضو اللي عندنا بتاعه الفحم، وهنبتدي بقى نرص الفرخه بتاعتنا على الشبكه كده، نبتدي نظبط لها بس الدنيا كده علشان يكون شكلها حلو معايا. تمام. ودي الرقبه اللي احنا شلناها بالطول، طبعا مش بنرميها بنستخدمها، هشويها برضو. ممكن لو حابه تشيليها بقى تبي تعملي شوربه مع اي يوم تاني يعني مع فرخه تانية هتكون حلوه برضو، بس انا شويتها مع الفرخه بالمره يعني. تمام. هبتدي بقى انزل بكل التتبيله اللي عندي دي، مش هسيب حاجه خالص، هننزل بيها كده على الفرخه من قدام ومن ورا، مش هنسيب منها اي حاجه خالص. بعد كده بقى هنبتدي نقفل على الفرخه بتاعتنا. الشبكة بقى بتدينا الشكل الحلو اللي هو هنشوفه مع بعض في اخر الفيديو، بتدينا شكل حلو جدا اكنها جاهزة بالظبط، واحلى واطعم وانضف وكل حاجة يعني ممكن تتخيليها في الفرخة اللي انت هتعمليها في البيت دي بالتتبيلة دي. نزلت بقى بقية التتبيلة بتاعتي كده على ظهر الفرخة، وبعد كده هنوزعها. وهنا بقى هنجيب معايا ورق زبدة، انا بليت الورق الزبدة كده معايا علشان يعني ما يغلبنيش ويتلف على طول كده، يمسك على طول. وكمان هنغلفها بورقة سوليفان. ليه انا بعمل كده؟ علشان نخلي الفرخه بتاعتنا طريه وما بتاخدش يعني ما تاخدش وقت في الفرن كتير. تمام. لو حابين تدخلوها زي ما هي كده على الفرن تمام، مش حابين بقى، حابينها بقى طريه كده برضو في نفس الوقت وتكون طعمها لذيذ معاكي وتشرب من التتبيله كده في التسويه كمان، هنغلفها كده وهنضيف لها بقى ايه كوبايتين من الميه كده السخنين تحت الصينيه، وكمان هضيف عليها معلقتين خل عشان الصينيه بتاعتنا ما تسودش، وهدخلها بقى الفرن ساخن كده، هسيبها ساعه زي ما هي متغلفه كده. وبعد نص ساعه، بعد ساعه من التسويه هفتح عليها وهنشوف مع بعض الكلام ده. تمام كده. هنا بقى معايا هنروح على تاني حاجة معانا. هنا الرز معايا، الكبدة والقنصة بتاعة الفرخة، وطبعا لو حابة تزودي هتزودي براحتك خالص. جبت بقى شوية زيت على سمنة، وبعد كده سخناهم كويس جدا، قطعت الكبدة ونزلت بيها في الحلة كده بشوية فلفل اسمر، وهبتدي اشوح فيها تشويحة حلوة جدا لحد ما احس الكبدة استوت معايا. بعد كده معايا بصلاية صغيرة ومتقطعة قطع صغيرة، نبتدي بقى نشوح فيها كده وشموا بقى احلى ريحة كده للكبدة. تمام كده. بعد ما نشوحهم كده والبصله تدبل معانا، مش عايزين البصل ياخد لون خالص، يا دوبك بس بندبله بس. هنزل بقى بجزرايه برضو مبشوره وهشوح فيها لحد برضو ما تتدبل كده معايا وتدبل معايا. بعد كده بقى هنكون مجهزين الرز بتاعنا غاسلينه ومظبطينه، وطبعا ممكن تستخدمي اي نوع رز بتحبيه، بسمتي ماشي، مصري ماشي. انا عن نفسي بحب الرز المصري فبستخدمه في كل الوصفات يعني. اي وصفه بعملها على القناه للرز ممكن تبدليها بالرز البسمتي لو حابه يعني. تمام. انا عن نفسي بحب الرز المصري، بالنسبه لي اخف شويه. هنتبل بقى هنا بنص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكركم، وكمان هضيف رشه كده من القرفه بسيطه قوي. هنظبط الملح بتاعنا وندي للرز تقليبه كده حلوه ونسخنه كويس جدا مع الكبد والقوانص اللي عندنا. تمام. وبعد كده هنظبط له الميه بتاعته، وهيكون معانا شويه رز بقى ما اقولكوش على الجمال، طعمهم خطير جدا، وفي نفس الوقت كده لايقين على الفراخ المشويه اللي عندنا. ويعني بتوابل بسيطه قوي، بس هتعملي شويه رز حلوين قوي. هنغطي بقى الرز بتاعنا بالميه كده لحد ما ياخد الميه بتاعته المناسبه، يا دوبك الميه بتغطي الرز كده من فوق. تمام. هنغطي عليه بقى ونسيبه يعيش حياته كده على نار هاديه. اول ما يغلي معايا ههدي النار عليه واسيبه. نروح بقى لتالت حاجة معانا، الطحينة. طبعا فراخ مشوية لازم طحينة بقى وسلطات والحاجات الحلوة اللي انتوا عارفينها دي. هنا معايا بقى الكمية من الطحينة دول حوالي 3 أكياس من الطحينة. تمام. هضيف عليهم ليمونية، وكمان هنضيف عليهم 3 معالق كده من الخل. هضيف كمان ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان معايا رشة ملح بسيطة قوي كده، وكمان فصين كده من الثوم صغيرين، يعني فص ثوم واحد بس. هبتدي بقى أخلط كده كل المكونات اللي معايا دي لحد كده ما يختلطوا ببعضهم. وبعد كده هيكون معايا شوية مية من الحنفية عادي جدا. هنبتدي بقى نفك الطحينة بتاعتنا بالمية. تمام. لو حابه تستخدمي الميه السخنه براحتك خالص، انا بستخدم ميه عاديه جدا من الحنفيه، اسهل طريقه للطحينه، وكمان بتكون طعمها حلو جدا ولذيذ. يعني دي الطحينه العاديه بتاعتنا بس بتكون فعلا لذيذه قوي وخفيفه. هبتدي بقى اقلب كده فيها لحد ما تتفك معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. زي ما انتوا شايفين ده القوام المناسب للطحينه، يعني بيكون وسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل.
هبتدي بقى اقدمهم على طول في الطبق التقديم اللي انا هقدم فيه، وهضيف كده على الوش رشه بسيطه قوي من الشطه الحمراء او البابريكا، يعني شكل بس كده علشان يكون الشكل بتاعنا، شكل الطبق بتاعنا حلو جدا ويفتح النفس. يلا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه بعد ساعه. زي ما انتم شايفين كده على نار وسط. هبتدي بقى اشيل ورق الفويل والورق الزبده اللي احنا غلفنا الفرخه بيه، علشان كده الفرخه بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. تاخد بقى لون كده من ورا ومن قدام، وتكون لونها حلو جدا. طبعا ورق الفويل والزبده ما ينفعش نلف بيه الفرخه وبعد كده نقفل الشبكه عليها، تمام؟ هيلزق في الفرخه وهيكون شكلها وحش خالص، يعني هيلزق في الجلد وهتكون وحشه قوي. تمام كده. هنا الرز بتاعي كان اتشرب، وقالنا وكمان بطاطس، يعني حمرنا بطاطس جنب الاكل. والفرخه بتاعتنا طلعت بعد ما خدت اللون الجميل ده تقريبا كده قعدت في الفرن ساعه ونص، ساعه بالفويل، وبعد كده شلت الفويل بتاعها وحمرتها. تمام. بعد ما حمرتها عايزين بقى طعم الفحم. سويت كده قطعه من الفحم على البوتاجاز، وبعد كده ضفت لها يعني نقطتين من الزيت كده، وغطيت بقى الفرخه بالفحم عشان تاخد من طعم الفحم. لو حابين طعم الفراخ تكون زي المشويه بالظبط، يعني مش هتختلف عنها، وبالعكس دي هتكون طريه معاكي واجمل بكتير. تمام. هنا بقى هنبتدي نغرف الرز بتاعنا. شايفين بقى اللون الرز وجماله بجد خطير، ولونه حلو، والكبده والقناصه مدين له طعم حلو جدا. هنبتدي بقى نقدم بالشكل ده، والفرخه بتاعتنا كان شكلها خطير قوي زي ما انتم شايفين كده. الفرخه بتتكلم عن نفسها، ملهاش حل، بجد حلو قوي. هبتدي بقى ايه اشيل الفرخه كده بالراحه، علشان طبعا يعني ما تتفصلش من بعضها، وعايزين شكلها كده تتقدم زي ما هي كده على السفره، يكون شكلها حلو. تمام كده. بعد كده بقى نبتدي نزين الطبق بتاعنا بشويه كده من الكزبره، البقدونس، اي حاجه عندك. طبعا بتقدمي زي ما تحبي، يعني اي شكل انت بتحبيه هتقدمي براحتك خالص. احلى حاجه بقى في الفرخه دي اللي هي بتكون سهله جدا في التقطيع، لو عندك ضيف ولا حاجه بتكون كده بسيطه وفاصله نفسها بنفسها، يعني مش هتتعبي. جبت هنا شرايح كده من الليمون، قطعته على 2، او برتقال لو عندك عادي جدا، يعني هو كده للشكل العام. بس فتحت على الفرخه كده، حطيت قرنين شطه معاها عشان اشويهم، وحطيتهم طبعا على رز كده زي ما انتم شايفين، هيتاكلوا برده بيكون طعمهم حلو جدا. لو عايزه تشوي بصل طماطم برده والفرخه في الفرن هتشوي انك بتشوي على الفحم. هنا بقى كانت الطحينة، وعملنا سلطة خضراء، وحمرنا بطاطس زي ما انتم شايفين كده. وكانت الفرخة بتاعتنا هي النجمة في الموضوع، بجد كانت خطيرة جدا، والرز كان حلو قوي وطعمه خطير. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت تحطوا له لايك، وتشيروه كده مع كل اصحابكم وحبايبكم. ولو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديدة. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد، هتوحشوني جدا، وباي باي.